أنا جاي النهارده أكلمكم عن مشروع قومي. مودرن ستوديوز بتقدم لك حاجة أنا كنت بحلم إن أنا ألاقيها لما كنت ببتدي حياتي، لما كنت مجرد موهبة نفسها تطلع للنور. كل اللي عنده موهبة بيعرف يغني وصوته حلو هيجي، إحنا هنسمع وهنقرر مين يستحق ومين ما يستحقش، من غير أي واسطة، من غير أي محسوبية. خلي بالكم الكلام اللي بقوله أنا مسؤول عنه. خلي بالك انت هتحتاج مننا حاجات تانية، مش مجرد ان انت هتيجي تختبر ونقول لك شكرا، لا، احنا كمان هنعلمك هاو تو بي ستار، ازاي تبقى نجم. انا بعتبر ان ده حاجة انا ما شفتهاش في حياتي من بداية ما انا بدأت اغني، ان حد يتولاني انا كموهبة ويقدم لي كل التعليم دي عشان انا ابقى ستار كبير. لا، ده موضوع كبير قوي. زائد ان في بروتوكول بيننا وبين نقابه المهن الموسيقيه مع الاستاذ مصطفى كامل النقيب، هيدي لك كارنيه، يعني كمان هتبقى ليجل، هتشتغل. وكل ده في النهايه ملوش معنى لو انت في النهايه ما عملتش حاجه، ما قدمتش اغنيه. احنا كمان بقى هننتج لك، عارف يعني ايه؟ يعني كمان هناخد كلمات والحان ومزيكا وهنديها لك وانت هتحط صوتك عليها. مودرن ستوديوز بتقدم لك حلم تخطى كل الاحلام اللي عدت في المزيكا. انا مبسوط جدا ان انا ضمن هذا التيم، ومبسوط ان بلدي مصر بتعمل افكار للمواهب الشابه وللمواهب اللي طالعه، واتمنى ان يبقى فيه مش بس يعني مصطفى قمر واحد، لا، مليون مصطفى.